في ولاية قبلي تكبد بعض الفلاحين من منطقة استفتيمي خسائر وصفوها بالفادحة جراء عاصفة رملية. هذه الخسائر تمثلت في انهيار بيوت مكيفة وتلفت جراء هذه الظاهرة الطبيعية التي لم تعهدها المنطقة من قبل. بخطى متثاقلة يتوجه حامد بوعبيدي أحد شباب منطقة استفتيمي من ولاية قبلي للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت مشروعه الفلاحي بعد هبوب عاصفة رملية لم تعهدها المنطقة من قبل. بيوت محمية أتلفت بالكامل في وقت كان يستعد فلاحو استفتيمي لجمع محصول هذا الموسم، لكن جرت الرياح بما لا تشتهيه هذه البيوت. خسرت عليه عاملة انتصاب فردي، فأنا عاملة وحدي، وأنا نتصور في زون 12 مليون، معناها كل 3 بيوت، وكل عام نخسر، كل عام جديد، معناها كان من باش وإلا من بيس معناها نتاع البيوت نجددوا معناها ونحسنوا فيه حاجة أقوى منا، لأن جانا الليل إعصار معناها مش عادي، ريح مش عادي. لا تفاجأت، سي نورمال، ما واحد حاط فيها آمال معناها البيت على أساس باش يلقى فيها حاجة. وليس بعيدا عن حامد، محمود هو واحد من المتضررين جراء هذه الكارثة الطبيعية. والأضرار مختلفة، يعني فيها بيوت طايحة، يمكن حوالي 5 6 7 بيوت طاحوا. كنا نحاول البيت أنا هذه طاحت يمكن خدمة شر، هي مزرعة خيار يعني، والغلة تحت وسي فزت يعني. زيارة ممثلو مندوبية الفلاحة بقبلي إلى المناطق المتضررة للوقوف على حجم الأضرار ثمنها فلاحو قبلي للرفع من معنوياتهم، لكن يبقى أملهم في إمكانية مساعدتهم وتدخل الدولة لمحاولة جبر الضرر حتى تبقى ولاية قبلي رائدة في مجال التصدير لإنتاج البكورات.